يعني لو بيشجعوك كده إنك تكفر بربنا، وطبعًا أنا وأنت متفقين إن ما فيش حاجة أعظم من الكفر، يعني على الرغم من اللي هم بيعملوه ده برضه لازمًا تعاملهم كويس. تعرف، أنا أوقات كتيرة أوي باحس إن سيدنا إبراهيم شبهنا جدًا كشباب. طبعًا أنا ممكن لمّا أقول لك جملة زي دي تضحك عليَّ، بس بجد أنا باحس كده، وبسبب كمان خصوصًا القصة اللي أنا هاحكيها لك دلوقتي. في يوم من الأيام سيدنا إبراهيم مَر بواحد من أصعب المواقف في حياته. كلنا عارفين إن سيدنا إبراهيم القوم بتوعه كانوا بيعبدوا الأصنام، وربنا لمّا أنزل عليه رسالته أمره أول حاجة إن هو يدعو مين؟ يدعو الأقربون اللي هم مين؟ أهله، أبوه وأمه وهكذا. طبعًا مين أكتر واحد كان شديد الكفر؟ هو أبوه، أبوه آزر لو تعرفوا. آزر ده كان شديد الكفر، كان يعني خلاص الموضوع ده بالنسبة له هو نقطة حياة أو موت. سيدنا إبراهيم لمّا راح يدعوه قابله بمنتهى القسوة، عامله معاملة وحشة جدًا وهدده وقال له إن هو ممكن يطرده. شوف بقى سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال له: "يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك." يعني بمعنى أصح كده بلغتنا بيقول له: يا بابا أنا بس اللي جالي هو علم أنا عاوزك تسمعه، مش بيقول له أنا أعلم منك. فاتبعني أهدك صراطًا سويًّا، اتبعني عشان أنا عاوزك تروح حتة أحسن، أنا عاوزك تروح معايا الجنة. شوف التأدب وطريقة الكلام مع أبوه، حتى هو بيعامله بمنتهى القسوة وإن هو عايز يطرده وبيعامله معاملة وحشة جدًا. يعني ده ربنا بيقول: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم." يعني لو بيشجعوك كده إنك تكفر بربنا، وطبعًا أنا وأنت متفقين إن ما فيش حاجة أعظم من الكفر، فلا تطعهما، يعني ما تسمعش كلامهم، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني على الرغم من اللي هم بيعملوه ده برضه لازمًا تعاملهم كويس. بُص، أنا ما باقولكش تسمع كلامهم في كل حاجة، لإن هم في الأول وفي الآخر إيه، بني آدمين، ممكن يكونوا صح وممكن يكونوا غلط. ولكن اللي أنا عاوز أقوله لك إنك ما تحبسش نفسك الفكرة دي. يعني مهما كان برضه باباك ومامتك هم عندهم خبرة أكبر منك، يعني باباك ومامتك هم عمرهم ضعفين عمرك، فأكيد كده إحنا متفقين إن تجربتهم هي أكبر منك في الحياة. اللي عاوز أقوله لك إنك تفكر بكلامهم بكل منطقية، تشوف توزن الكلام كده في مخك. والله لو كلامهم صح خد بيه واشكرهم جدًا على كلامهم اللي هم قالوه لك. ولكن لو حسيت إن كلامهم غلط أو إن هو مش مناسب ليك أو مش مناسب للحاجة اللي أنت شايفها قدّام عينيك، خلاص ما تسمعش كلامهم في النقطة دي، ولكن برضه تفضل تعاملهم بطريقة كويسة. ده مش هيبقى مُبرر خالص إن أنت تعاملهم بطريقة وحشة، حتى لو هم ما كانوش متفقين معاك في الحاجة اللي أنت هتعملها. في حالة بقى إن أنت اختلفت معاهم أو هم مش موافقينك على رأيك أو الحاجة اللي أنت عاوز تعملها، اتكلم معاهم وفهّمهم وجهة نظرك بالراحة جدًا. لإن أنت بنسبة كبيرة لو بدأت إن أنت تعمل ده، هتلاقي إن الدنيا بتسلك ما بينك وما بينهم، وكمان هتلاقي ربنا على طول بيكرمك دنيا وآخرة. يعني في حديث جميل جدًا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: "سخط الله في سخط الوالدين، ورضاء الله في رضاء الوالدين." فإحنا طبعًا عاوزين نرضي ربنا، فخُد من النهارده خطوة حتى لو بسيطة، إنك تكون علاقتك حلوة بينك وبين أهلك. على الأقل اسمع الكلام اللي بيقولوه وحكّم عقلك فيه، بالمنطق كده. لو حسيت إنك مختلف معاهم اعرض عليهم وجهة نظرك بكل احترام. لازم تبقى عارف إن جزء كبير جدًا من رضا ربنا عليك هو إنك تكون راضي أبوك وأمك، وإن أنت ترضيهم مش معناه إن أنت تسمع كلامهم في كل حاجة. زي ما قُلت لك أنت بتشوف الأصح ليك وتعمله، ولكن أهم حاجة إنك تاخد خطوة في تقديرهم واحترامهم.